24 مليار دولار كاش من صفقة راس الحكمة، و11 مليار تنازل من الإمارات عن وديعتها في البنك المركزي، 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و9 مليار من صندوق النقد، و6 مليار من البنك الدولي. المؤسسات الدولية اللي كانت بتتكلم عن العجز في التمويل الخارجي في مصر ال4 سنين الجايين هي اللي بتتكلم دلوقتي عن الفائض. هل في مواطن مصري طبيعي يبقى زعلان من كل ده؟ أكيد لأ. طيب خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب، ودي حلقة جديدة من انحياز. كلنا فاكرين من أسابيع قليلة كان كل اللي بيصدروا المطاريد لينا هو إن الدولة فلست ومش هنقدر ندفع الالتزامات المطلوبة مننا، وإننا خلاص قربنا نعلن إفلاسنا. وأتعس تعيس منهم ما كانش يتوقع أبدا إن البلد دي هتقوم من أزمتها، خاصة بعد التوترات في البحر الأحمر وتأثر عائدات قناة السويس. لكن فجأة وفي لحظة واحدة العالم كله بيكلم القيادة المصرية عشان التصعيد في غزة، وفي نفس الوقت أيادي التعاون الاقتصادي والدعم بتتمد علشان الأزمة الاقتصادية، وده طبعا بفضل الله ثم بشغل المصريين. وزي ما قلت لك أي مصري طبيعي هيكون مبسوط لبلده ولنفسه. إذا أنت متخيل إن الفلوس دي كلها ممكن تعمل حاجة وتقدم البلد دي لقدام، أنا بقول لك ما تحلمش. مش عشان أنا بكره البلد، حاشا لله، ولكن علشان اللي بيجي من سحت واللي بيجي من حرام مش ممكن يفلح أبدا. حرام وسحت. سمير، احنا عملنا صفقة اعمار في راس الحكمة مش صفقة مخدرات. هو ايه اللي حرام وسحت يا ابني انت فاكر الفلوس والمليارات اللي دخلت له بعد الانقلاب قد ايه؟ عملت ايه؟ ولا حاجة. طب الفلوس بقى اللي هياخدها دلوقتي من هنا ولا من هناك علشان شاطر وقافل الباب على اهل غزة وبيصفي في المقاومة زي ما بيقول ممدوح والي، هل متخيل انها هتبني؟ هل متخيل انها هتطعم الناس؟ هل متخيل انها هتعمل نهضة؟ عايز تبني بلدك على دم جيرانك واهلك واشقائك في فلسطين؟ متخيل ان ده هينفع؟ مش هينفع. ليه؟ لأن القاعدة واضحة وصريحة زي ما بيتداول الناس على السوشيال ميديا، وزي ما الناس كلها بتقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا استوقفني جدا استدعائك يا سمير لآية إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنا بصراحة ما بحبش فكرة إسقاط الآيات على الأحداث لأن ده شيء في علم الله. لكن تعال نفكر سوا ونطرح أسئلة، مجرد أسئلة. هو ليه كل مرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لما بتتعرض لأزمة أو حد يقول إنها هتتعرض لمشكلة كبيرة بتنتهي الحدوتة بنصر مؤزر للدولة؟ يعني لو بصينا في آخر كام شهر بس هنلاقي إن الانتخابات اللي كنت أنت وأصحابك يا سمير بتأكدوا إنها هتبقى فضيحة دولية تحولت بفضل الله ثم بمشاركة المصريين لأعلى نسبة مشاركة من وقت ما قلنا انتخابات، من غير ما واحد فيكو قدر يقدم دليل على أي شبهة من العبط اللي انتوا بتقولوه. نفس الكلام ليه الأزمة الاقتصادية اللي اتقال إنها هتوقع الدولة وهتنهي النظام تنتهي بالاتفاق على تمويلات دولارية تخطت 50 مليار دولار، ومنها تمويلات وصلت بالفعل للبنك المركزي وساهمت بشكل كبير في الإفراج عن البضائع اللي كانت مكدسة في المواني. مش دي أسئلة برضو محتاجة إجابة؟ في المقابل قول لي عمل واحد ليكم صلح ورعرع كده. يا ابني ده انت شغال في قناة هدفها المعلن. ايه المعلن؟ انها توقع النظام ده بقى كل يوم بيبقى اجمد. اقعد يا سمير، اقعد يا حبيبي. اما بقى حكاية ان احنا بنشارك في حصار اهل غزة، فهل في اي دليل على العبط ده؟ حارس على بوابة اوروبا، مصر تستقبل لاجئين والسيسي يقبل الثمن، ويا ريت الثمن ده هيروح لمصلحة الشعب. حارس على بوابة أوروبا، يعني أوروبا وحشة. أوروبا بتدفع ثمن حصار أهل غزة وحماية نفسها. يعني هي إنجلترا اللي أنت قاعد فيها مش في الاتحاد الأوروبي بس في قارة أوروبا، يعني ممكن تتمشى وتدخل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتعمل ثورة بقى وتناضل من أجل الكرامة وتقول لهم اللي بيحصل ده ما ينفعش، ولا هو نضال بس للناس اللي هنا بره ممكن يلسعوك على إيدك ومشيها إيدك باعتبار يعني إنك بتشتغل بلقمتك فما ينفعش تجود. عموما هو طبعا بيننا وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقات فيما يخص الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية، وده شيء المفروض انه مرفوض من اي انسان طبيعي. مش فاهم فين العيب في الاتفاق على مكافحة الهجرة غير الشرعية. اما بقى الكلام عن ان مصر بتحاصر اهل غزة واللي ما فيش عليه اي دليل، فمش محتاج تعمل اي حاجة اكتر من انك تتابع الاخبار عشان تعرف الدعم السياسي والدعم بالمساعدات اللي بتقدمه مصر من بداية التصعيد لحد النهاردة لأهلنا في غزة. فالموضوع مش محتاج أي مجهود عشان تعرف إن ده كذب. عشان كده الست رئيسة وزراء إيطاليا والسيد مسؤول دولة اليونان اللي هم من أكتر الدول اللي عندهم لاجئين
جايين يجروا في هذا اللقاء. ولو جمهورية مصر العربية يعني استمتعت وأحست أوروبا بأن مصر فعلا ناجحة في إدارة هذا الملف، هناخد يوروهات كتير تاني. ليه؟ هتلاقي باكج جاي من ألمانيا، باكج جاي من الدول الاسكندنافية، باكج جاي من إنجلترا. ما فهمتش فين المشكلة. يعني برضو احنا بنتكلم عن 8 مليار دولار اتفاقات استثمارية، وطبعا الهجرة غير الشرعية جزء من الملفات اللي بنتعاون فيها. وبالمناسبة مش احنا بس، يعني الاتحاد الأوروبي موقع اتفاقات زي دي مع تونس وليبيا وتركيا. فين البوينت؟ حضرتك زعلان من مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ انت سامع نفسك يا باشمهندس؟ بيع 170 مليون متر من أراضي مصر في راس الحكمة للإمارات. سامعك يا اللي بتقول لي ده مش بيع، ده استثمارات. حتى الآن محدش قال إن هي استثمارات أو نفى عملية البيع. محدش نفى انه بيع؟ متأكد يا أسامة؟ الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة، واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية اللي الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص أرض للمطور، والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي، وأيضا يكون ليها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة. الكلام ده احنا عملناه في أمثلة ناجحة جدا مع كل المطورين العقاريين، ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند أو تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعدة آلاف من الأفدنة. ولكن لحجم وقدر الدولتين احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، حجم مدينة كاملة، وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة راس الحكمة الجديدة، اللي هتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني أكتر من 40,600 فدان. هذا التجمع العمراني شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم شركة راس الحكمة، تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية. ستكون هي الشركة نقدر نقول زي الشركة القابضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع. طب ما هي شراكة هي يا أسامة، ما طلعتش بيع يعني. انت بتشتغل الناس اللي بيتابعوك ولا ما بقاش فارق معاكوا شكلكوا وانتوا بتكذبوا بالشكل الحقير ده؟ هو انتوا شايفين الناس ازاي؟ الغريبة السيسي يعمل فيكم العملة وانتوا بصراحة بأمانة ما عندكوش دم. والله الذي لا إله ما عندكوا دم. يا أخي الراجل بيعمل فيك عملة ده لحد أول امبارح، لحد التعويم. في ناس طالعة كانت تقول لك والله التعويم زي الفل، يخرب بيتك وبيت الشهادة اللي خدتها فتستاهلوا. والله لحد أول امبارح أول ما صدر قرار التعويم والله في ناس طلعت قالت كده. والله أنا ما بكذبش، أحسن قرار، يا ريته خده من بدري، يا ريته كان في 2016. ده شعب. امال البهايم تبقى ايه؟ البهايم تبقى ايه؟ انتوا شايفين الشعب المصري بهايم؟ يعني واحد محدش عارف مين بيصرف عليه، او يمكن عارفين، بيشتم شعب محترم واقف جنب بلده وبيتحمل عشان مستقبله ومستقبل عياله بمنتهى الوعي. بس عموما الكلام الحقير ده يقولك هم شايفين الناس ازاي، فطبيعي جدا يعملوا اللي بيعملوه، والعيب مش عليهم، العيب هنا على اي حد مصدق واحد شايفه بهيم. وفي النهاية عايز افكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وانا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي انا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. اشوفكم الحلقة الجاية.